لو عندك مشكلة في الاتزان ممكن يكون رقبتك هي السبب. 3 أنظمة في الجسم هي المسؤولة عن الاتزان بتاعك، منهم النظام الحسي العميق، وده بتاع المفاصل والعضلات. أربطة المفاصل وأوتار العضلات بيكون فيها نهايات عصبية، بتقدر تحس لما يتغير وضع الجسم عشان الشد اللي حاصل عليها بيتغير هو كمان، وبتوصل ده للمخ عشان يعرف وضعية جسمك في السبيس اللي حواليك. عارف اكتر منطقة في جسمك بتوفر لك النظام الحسي العميق ده هي ايه؟ بالظبط هي الرقبة. وبالتالي لو في ألم في الرقبة بتبتدي الإشارات اللي واصلة لمخك بتتغير أو بيحصل فيها لخبطة، يعني ما يبقاش مخك عارف مكان رقبتك فين أو وضعية رقبتك عاملة إزاي، وبالتالي ما يبقاش عارف وضع جسمك بالنسبة للسبيس اللي حواليك ايه، وبتحصل الدوخة اللي انت بتحس بيها. كمان القدم، لو في مشكلة في القدم او حصلت لك اصابة فيها ممكن تأثر على الاتزان بتاعك. احكي لنا لو عندك مشكلة في الاتزان وقول لنا تجربتك مع الموضوع ده. كمان شوف الفيديو الجاي عشان تعرف ان لو في مشكلة في الاذن او مشكلة في النظر برضه هتسبب معاك مشكلة في الاتزان.